بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناة جنة الكروشيه. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كيس زي ما احنا شايفين بالطريقة دي. بتستخدمي فيه اي نوع من انواع الخيوط، ويفضل خيوط تكون على قطن. الكيس ده ممكن تستغليه، بتحطي فيه مثلا مقتنياتك، البطاقة، الفيزا، زي ما احنا شايفين كده اهو بالطريقة دي. او ممكن كيس بتستخدميه برضو لبعض الهدايا. لو انت جايبه هدايا لحد قريب منك او كده، بتحطي فيه الهديه بتاعتك وبيتقدم وبيبقى شكله ظريف. الكيس الكروشيه ده ما بياخدش كميه من الخيوط، لكن حاجات بسيطه. وممكن برضو زي ما احنا شايفين بتدخلي فيه الوان بالطريقه دي، ما بتاخدش برضو كميات كبيره من الخيوط، هي مجرد بقايا بتبقى موجودة عندك. طريقته سهلة ان شاء الله، وزي ما قلت ما بياخدش كمية من الخيوط، وتقدري تشتغليه بأي نوع من انواع الخيوط. نبدأ مع بعض ونسمي بسم الله ونشوف ايه هي انواع الخيوط اللي انا هستخدمها في عمل الكيس ده. انا هنا هستخدم ابرتين. انا بحب دايما ابدا السلاسل بتاعه بدايه اي شغل بابره اوسع نص نمره، فانا هستخدم ابره مقاس 4. الغرزه بقى نفسها انا هستخدم لها ابره مقاس 3.5. ده بالنسبه للابر. بالنسبه لانواع الخيوط، انا استخدمت الخيط ده قطن 100% قطن تركي. بياناته بيعطيني هنا مقاس الإبرة 4.5، بس أنا عشان الكيس ده يبقى يعني محمل، أو ما يبقاش فيه فراغات كتير واسعة، فاستخدمت إبرة. هعمل الغرزة زي ما قلت لكم بإبرة 3.5. بالنسبة للغرزة البوب كورن، انا بستخدم لون تاني، دي برضو بواقي خيوط كانت عندي. وبالنسبة للفرع بتاع الزهرة او الغرزة البوب كورن، هستخدم الخيط ده برضو على قطن بس فيه لمعة. الخيط ده بيجاب بالكيلو، وممكن بتفكيه وبتعمليه بالطريقة دي. ده بالنسبة للأدوات اللي أنا هستخدمها. نبدأ مع بعض ونسمي بسم الله ونشوف طريقة العمل إزاي. أنا هنا هبدأ النموذج الصغير ده، هبدأ الشغل فيه بعدد من السلاسل اللي هي القاعدة بتاعة الكيس بالطريقة دي. فأنا هبدأ بإبرة مقاس 4، وهاخد الخيط ده أهو، هعمل عقدة البداية بالطريقة دي. أنا بعمل عقدة البداية كده، وبدخل الإبرة وأشد العقدة كويس كده، وهبدأ أشتغل عدد من السلاسل. أنا هنا هعمل عدد 12 غرزة سلسلة. أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كده 12 اهو. بعد ما عملت 15 سلسلة، هرتفع سلسلة تانية وهغير عشان ابدأ اعمل الغرزة بإبرة مقاس 3.5. انا هنا ارتفعت سلسلة 2 كده 3. هاخد لفة على الإبرة و1 2 3 اهو، وهاجي في السلسلة الثالثة وهدخل هعمل عمود بلفة، وهعتبر 3 سلاسل الارتفاع دي اول عمود، وعملت عمود كده بقى 2. هروح داخلة تاني في نفس المكان اعمل عمود تاني بلفة، كمان اكرر عمود بلفة، كده يبقوا 4، كده يبقوا 5، كده 6. انا كده عملت 6 عمود بلفة. وهاخد لفة على الإبرة وهرجع للسلسلة اللي وراها مباشرة كده اهي، وهدخل فيها وهعمل عمود بلفة، وهرجع تاني اكرر اللي وراها، هدخل وهعمل عمود بلفة، وهبدأ
في كل سلسلة بتقابلني هعمل في الضلع الخلفي عمود بلفة بالطريقة دي لما اخلص عدد 15 سلسلة اللي موجودين معايا. انا كده بعمل القاعدة بتاعة الكيس بالطريقة دي، واكرر اخد لفة على الابرة واطلع، اخد لفة واطلع بحلقتين، لفة واطلع بحلقتين. كده انا عملت عمود بلفة في كل سلسلة، وصلت للاخر كده تمام اهو. معايا اخر سلسلة هدخل فيها اهي، وهعمل عمود بلفة، وهرجع اكرر تاني اخد لفة وفي نفس المكان هدخل واعمل 6 عمود بلفة. ادي كده انا عملت 2، يبقى انا هعمل هنا 6 زي ما عملت 6 هنا. 3 4 كده 5، وده العمود السادس والاخير في نفس المكان. هرجع اخد لفة على الابرة وهعمل قصاد كل عمود هيقابلني هعمل عمود بلفة بالطريقة دي. يبقى انا كده اشتغلت القاعدة بتاعة الكيس بطريقة او بشكل بيضاوي. قصاد كل عمود بلفة بدخل وبعمل عمود بلفة تاني بالطريقة دي، وبخفي الخيط معايا زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد ما خلصت السطر هاجي عشان اقفله، هاجي عند سلاسل الارتفاع اللي عندي دي، وهدخل في تالت اعد 1 2، وفي التالتة هدخل واسحب الخيط بتاعي وهعمل غرزة منزلقة واقطع خيطي وارفع بالشكل ده. يبقى انا كده خلصت القاعدة بتاعتي. هاجي اعمل السطر اللي هو الاخضر ده، هاجي هستخدم الخيط ده زي ما قلت لكم. الخيط ده بيجي بالكيلو، وانا بلفه بالطريقة دي، بس عشان فتلته رفيعة جدا زي ما انتم شايفين انا هستخدمه على 3. هعمل العقدة بتاعت البداية بالشكل ده، وهاجي هدخل في نفس المكان اللي انا نهيت فيه، هدخل خيطي كده لورا بالطريقة دي، هدخل واسحب الخيط بتاعي بالشكل ده، والاتنين الطرفين بقى معايا اهو عشان اخفيه، وهروح سحبة لفة وهعمل غرزة سلسلة واسحب الخيط بتاعي. ممكن حاجة تانية ان انا باخده عقدة كده بس خفيفة، بحيث ابقى ايه مطمنة مش هيهرب مني. بس كده خلاص واسيبه. بعد كده اخفيه بالخيط بالابرة بتاعة التنظيف. انا هنا ارتفعت غرزة سلسلة، وهرتفع التانية، وادي التالتة والرابعة. هعمل ايه؟ هاجي اخد لفة على الابرة وفي نفس المكان اهو اللي انا قفلت فيه وطلعت منه بالخيط الجديد، هدخل فيه تاني اهو واسحب خيطي واروح عاملة غرزة عمود بلفة. يبقى انا كده اداني شكل ايه حرف في بالشكل ده. هرجع تاني اكرر اخد لفة على الابرة تمام، افك بس ايه عشان اشد هنا الخيط ده، اشده شوية كده اهو، واخد لفة على الابرة وبدخل في نفس المكان وبعمل عمود بلفة اهي، بقت شكلها افضل شوية اهو. هاجي هدخل برضو اخد لفة على الابرة، وهاجي هتجاهل ادخل تحت ضلعين السلسلة بالشكل ده. بعد ما تجاهلت غرزة واخد لفة على الابرة اهو، وبعمل عمود بلفة، ارتفع سلسلة
وفي نفس المكان هدخل واعمل عمود بلفة. هاجي اتجاه الغرزة وادخل في اللي وراها واعمل عمود بلفة وارتفع سلسلة، وفي نفس المكان هدخل واعمل عمود بلفة تاني، اتجاه السلسلة من تحت وهرجع ادخل في اللي وراها واعمل عمود بلفة وارتفع سلسلة، وارجع تاني اعمل عمود بلفة في نفس المكان. وانا كده بالشكل ده بعمل غرزة الفي اللي هو يعتبر القاعدة بتاعة الزهرة اللي انا هعملها بعد كده. اتجاه الغرزة وبدخل اعمل عمود بلفة واخد سلسلة وارجع تاني اكرر واعمل في نفس المكان عمود بلفة. هتجاهل غرزة واكرر وبدخل بعمل عمود بلفة وارتفع غرزة وارجع اعمل عمود بلفة، وبالشكل ده هبدأ اتجاهل غرزة واعمل التانية واعمل عمود بلفة سلسلة عمود بلفة بالطريقة دي لغاية لما بنهي الدوران بتاع القاعدة بتاعتي. وانا هخلصه بأمر الله واحاول ارجع تاني ان شاء الله. انا كده خلصت القاعدة زي ما حضراتكم شايفين. هي طبعا مش عشان الشكل مقوس شوية، لان طبعا الكيس زي ما احنا شايفين بالطريقة دي يعني مضموم على بعضه بالطريقة دي كده. انا هنا خلصت اخر مجموعة من الحرف الفي، وهاجي انهي بقى الشغل بتاعي. هعمل هعد من سلاسل الارتفاع 1 2 وهاجي هدخل في التالتة اهي كده اهو، وهسحب خيطي اشده بقى كويس واعمل غرزة منزلقة، وهنا هروح قافلة بغرزة واقص الخيط بالشكل ده. بس انا كده خلصت القاعدة بتاعتي تمام كده. نقصه مع بعض او نحاولوا نقصره شوية عشان ما يضايقناش في الشغل اكتر من كده. دي هنشوف هنعمل فيها ايه بعد كده. ممكن كل ده تاخديه بإبرة التنظيف يعني هنا ده وتخفيه كده بين الأعمدة. هاجي بعد كده بقى نعمل الزهرة او غرزة الفشارة اللي احنا عاملينها هنا. انا هستخدم الخيط ده، وده برضو عشان خاطر رفيع ممكن اعمله على 2 واشتغل بيه بالطريقة دي. هبدأ واشتغل الخيط على 2 بالطريقة دي وهعمل منه غرزة الفشارة. باجي بعمل انا هنا نهيت خلاص. هاجي هدخل في وسط حرف الفي ده وهسحب الخيط بتاعي بالشكل ده، وهعمل هروح طالعة، هجيب ده كده واجيب الخيط التاني برضو اللي هو الاحمر اهو، هجيبه كده قدام مني اهو، والخيط بتاعي اللي انا شغالة بيه اهو، وهاخد غرزة اقفل عليهم كده بغرزة سلسلة، وهرتفع 1 2 كده 3. شد الخيط بتاعي جامد، هاخد لفة على الابرة وفي نفس المكان هدخل واسحب واعمل غرزة عمود. وانا هنا هعتبر 3 سلاسل الارتفاع بمثابة عمود. هرجع تاني واكرر لفة على الابرة وهدخل واسحب الخيط بتاعي وهعمل غرزة عمود تاني بالطريقة دي. اخد لفة على الابرة وفي نفس المكان هدخل واعمل غرزة عمود بلفة. ده كده يعتبر رابع عمود. هرجع تاني في نفس المكان هدخل وهعمل غرزة عمود بلفة. تمام. انا بعمل غرزة الفشارة ازاي؟ اجي عشان اقفلها، في ناس هي لها طريقتين.
بعد 1 2 3 وبدخل في تالت غرزة كده اهو، وبسحب الخيط بتاعي بالشكل ده وبقفل عليه بسلسلة، وكده انا قفلتها. كده انا خلصت اول غرزة بوب كورن. اللي وراه انا هنا عملتها 4 أعمدة لان لقيت الخيط سميك قوي فهيبقى تقيل ومحمل على الكيس، فقلت اعملها ب4 أعمدة، وفي نفس الوقت الخيط برضو رفيع مش هيديني الشكل المطلوب لغرزة البوب كورن. ادي كده عملت عمود بلفة، 1 كده، 2 كده، 3 كده، 4. احنا قلنا هنقفل ازاي. برفع الخيط بالابرة كده شوية وبدخل في اول غرزة وباجي عند اخر غرزة وبسحب الخيط بتاعي واشده كده واروح طالعة 1 2. تمام كده. ودي تاني غرزة بوب كورن. هاجي في الفراغ اللي وراه برضو هعمل 4 أعمدة في نفس المكان، في نفس غرزة الفي بعمل 4 عمود بلفة بالشكل ده، وباجي بسحب خيطي في آخر عمود كده واروح جاية داخلة في أول عمود واسحب الحلقة بتاعتي كده اهو واشد الخيط واروح قافلة بسلسلة وبرتفع التانية، وده شكل الغرزة بتاعتي. ارجع تاني اكرر حرف الفي اللي وراه، هدخل واعمل 4 عمود بلفة، يبقى غرزة البوب كورن بتتعمل من 4 أو 5 عمود بلفة بالطريقة دي كده. 4 بدخل في نفس المكان، اخر عمود بسحب الخيط كده وطلع الابرة واجي ادخلها في اول عمود واروح سحبة الحلقة الاخيرة بتاعتي كده واروح قافلة عليها 1 بسلسلة وارتفع بسلسلة. ودي غرزة البوب كورن اهي، وادتني الشكل ده. وخلص الاخر لغاية لما اوصل للاخر وارجع تاني ان شاء الله. وصلت لاخر غرزة بوب كورن بعملها وارتفعت سلسلتين، وهاجي هنهي السطر بتاعي، هاجي عند اول غرزة بوب كورن وهدخل في اول غرزة انا عملتها اللي قفلت بيها الاعمدة اهي، اول غرزة ارتفاع بعد ما قفلت الاعمدة اهي. عايزة اوضحها لكم، انا ارتفعت بغرزتين اهم، هدخل في اول واحدة بالطريقة دي كده اهو، هدخل واسحب خيطي، اشد الخيط بالطريقة دي واطلع بغرزة منزلقة وهروح قافلة عليها بغرزة واسحب واقص الخيط بتاعي بالطريقة دي كده. خلاص وانا نهيت كده السطر بتاعي. هرجع كل ده هيبقى جوه الكيس. هاجي اعمل بقى اكمل هنا اهو الجسم بقى بتاع الكيس نفسه. هاجي ارجع للخيط الاولاني بتاعي اللي هو ده اهو، وهاجي اني اعمل احسن عقدة بداية بالطريقة دي، وبدخل في الفراغ اهو اللي انا قفلت فيه وبعمل غرزة منزلقة بالشكل ده، واجيب بقى خيوطي كده اهو وهعمل ال3 سلاسل الارتفاع 1 2 3 وارجع تاني في نفس المكان وهدخل واعمل عمود بلفة. يبقى انا كده عملت 2 عمود بلفة مع اعتبار اول سلاسل ارتفاع غرزة عمود بلفة. خلاص كده هاجي الفراغ هفوت غرزة البوب كورن وادخل بقى في الفراغ السلسلتين وهعمل غرزة عمود بلفة وارجع تاني اخد لفة واعمل عمود بلفة، هاخد لفة على الابرة وافوت غرزة البوب كورن دي
وادخل في فراغ السلسلتين وهعمل عمود بلفة، وارجع تاني اكرر واعمل غرزة عمود بلفة. تمام كده، وهرجع اكرر افوت غرزة البوب كورن وبدخل في فراغ السلسلتين وبعمل غرزتين عمود بلفة بالطريقة دي اهو. هرجع تاني افوت هنا وادخل في الفراغ واعمل 2 عمود بلفة في نفس المكان، افوت غرزة بوب كورن وفي اللي وراها فراغ السلسلتين بعمل 2 عمود بلفة، وهكذا لما بنهي السطر بتاعي بالطريقة دي. تفضلي ماشية لما توصلي لآخر السطر إن شاء الله. وكده أنا خلصت السطر وقفلته كالمعتاد. دخلت في أول 3 سلاسل ارتفاع، عديت 1 2 3 ودخلت في الغرزة الثالثة وسحبت بالخيط وعملت غرزة منزلقة. هاجي هطلع بالسطر اللي وراه ازاي؟ انا هنا هشتغل بقى بطريقة دائرية او سطر سطر بس بنفس الخيط، مش هقطع ولا هفصله. برفع الخيط ده شوية كده وباجي هنا. دي طريقة قفل الخيط بطريقة غير ملحوظة يا جماعة، علشان خاطر ما يطلعش طريقة القفلة بتاعتك معوجة. فأنا باجي في العمود اللي وراه في الضلع الخلفي وبسحب الغرزة اللي أنا عملتها وبطلع بيها كده، وفي ضلع أمامي أهو قدام مني. يعني هو أنا عندي كده أنا سحبت منزلق، العمود اللي وراها أهو في ضلعين خلفي وأمامي، بسحب خيطي كده وبطلع الإبرة وأدخل في الضلع الخلفي وأروح جايبة الخيط ده كده أهو على الإبرة وأطلع بيه. تمام كده، أروح جاية على الضلع الأمامي وبدخل مع الضلع الخلفي تاني وأروح سحبة خيطي أهو، وهعمل غرزة 1 2 3 وكده أنا عملت أول عمود معايا أو أول غرزة عمود بلفة مع اللي هما ال3 سلاسل الارتفاع، اعتبرتهم غرزة عمود بلفة. أنا كده خلصت 1. هرجع في السلسلة بقى اللي وراها العمود بلفة اللي وراه، هعمل أدخل وأطلع أعمل عمود بلفة فوق كل غرزة سلسلة أو غرزة عمود، بعمل عمود بلفة أهو بالطريقة دي كده أهو، عمود بلفة عمود بلفة اهو. الاتنين دول في كل غرزة هعمل عمود بلفة بالطريقة دي لغاية لما انهي السطر بتاعي، وهبدأ شغلي بعد كده اعمدة بلفة ما فيهاش اي مشكلة. انا كده خلصت الجزء اللي يعتبر ايه يعني اصعب ما في الشغل اهو بالطريقة دي كده اهو. بعمل غرزة فوق كل عمود بلفة، بعمل غرزة عمود بلفة وباخده داير لغاية لما اوصل لهنا ونقول لكم هنعمل ايه تاني. كده وصلت للاخر، اخر عمود بلفة معايا اهو. هاجي عند سلاسل الارتفاع في السطر السابق وبدخل في الغرزة رقم 3 وبسحب خيطي وبطلع بغرزة منزلقة بالشكل ده. بعمل ايه بقى عشان ما يبقاش شكل الغرز القفلات مش لطيف وبيبقى احيانا طالع مايل بميل كده اهو. انا بسحب واطلع اهو واسحب فوق شويه كده، هطلع الابره واجي العمود اللي وراه اهو، بدخل في الضلع الخلفي كده اهو وبسحب الخيط ده وبحطه كده على الابره، اشد خيطي واروح طالعه بيه من تحت اهو، وهاجي في نفس العمود اهو تحت الضلعين هدخل بقى وهعمل غرزة سلسلة واطلع 1 2 كده 3. تمام كده اهي. هروح جاية تاني ابدأ السطر اللي وراه العمود اللي وراه عادي تماما وبعمل عمود بلفة. يبقى انا كده في طريقتين بنهي بيهم السطر. تمام، دي الطريقة
الاولانيه اللي انا بشتغل بيها، ان انا بعد ما بعمل منزلقه بسحب الخيط وبدخل في الضلع الخلفي واحط الحلقه على الابره واطلع بيها واروح داخله تاني كده اهو، واسحب واعمل ادي غرزه 2 3 كده. انا عملت عمود اهو. هاجي اخد لفه واعمل العمود التاني، واخد لفه وادخل اعمل العمود التالت، واخد لفه واعمل العمود الرابع، وهكذا بعمل فوق كل عمود من دول عمود بلفة تاني. نخلصوه ان شاء الله ونرجع تاني. انا كده ارتفعت 1 2 3 4 فوق اول سطر، يعني يعتبر كده 5 اسطر. ممكن تزودي او سطر او سطرين حسب رغبتك وحسب ما انت عايزة. لو عايزة تكبريه عن كده انا هكتفي بالخمس اسطر دول اهم، 1 2 3 4 5. وحاجة بنهي السطر بتاعي بالطريقة دي، وصلت اهو اخر عمود وبنهي السطر بعد 1 2 3 وبدخل في تالت غرزة وبسحب خيطي وبعمل غرزة منزلقة. برتفع شوية كده، باجي في العمود اللي وراه ادخل في الضلع الخلفي واجيب الحلقة بتاعتي كده اهو، بدخل كده وبجيب الحلقة اهو، بدخلها كده في الابرة واشد الخيط واطلع بيها من ورا بالطريقة دي. اجي على الضلع الامامي بتاع العمود وادخل مع الضلع الخلفي كده، اسحب خيطي، بقى عندي حلقتين على الابرة، باخد لفة وبعمل غرزة سلسلة. وبكده ده نهايات السطر بتاعي زي ما انتوا شايفين، لا طالعة بميل ولا حاجة. تمام. هاجي هعمل السطر الاخير بقى اللي انا هقفل بيه. هعمل 1، انا عملت 1 ادي 2 ادي 3 4، واخد لفة على الابرة، هتجاهل غرزة وادخل في الغرزة اللي وراها واعمل غرزة عمود بلفة، وهرتفع سلسلة، وهتجاهل غرزة من تحت وادخل في اللي وراها واعمل عمود بلفة، وهرتفع غرزة سلسلة بالشكل ده. اخد لفة على الابرة واتجاهل سلسلة وادخل في اللي وراها وهعمل غرزة عمود بلفة تاني وارتفع سلسلة، وهكذا بداير الكيس بتاعي كده اهو. اتجاهل واحدة وادخل في التانية واعمل عمود بلفة وبعمل غرزة سلسلة، اتجاهل غرزة وادخل عمود بلفة سلسلة، افوت غرزة وفي اللي وراها بدخل بعمل عمود بلفة سلسلة بالطريقة دي لما بنهي السطر بتاعي. كده انا وصلت للاخر ودخلت في اول 3 سلاسل ارتفاع في الغرزة الاخيرة، وعملت غرزة منزلقة ورحت سحبة خيطي كده وهقص بالشكل ده وقفلت عليه. تمام كده. هاجي اعمل، ممكن اكد عليها شوية عشان ايه ما يفلتش مني بالطريقة دي كده اهو، بحيث ان انا برضو هخفيه معايا في الشغل اهو. هاجي اعمل السطر الاخير ده اللي هو بزين بيه الكيس بتاعي سواء باللون ده او باللون ده. باجي بعمله ازاي؟ هعمل عقدة البداية بالطريقة دي كده اهو، واقفل كده جامد، وهاجي عند القفلة بتاعتي اهي كده اهو، اجيب خيطي ورا وهدخل وهسحب الخيط بتاعي كده اهو، اجيب بقى ده كده وهعمل غرزة حشو ادي، هجيب كده اهو واعمل غرزة حشو بالشكل ده.
اشد الخيط بتاعي كويس واجيب ده معايا برضو كده، وهرتفع 1 2 3، وهاجي الفراغ اللي وراه هدخل واعمل غرزة حشو بالشكل ده، وارتفع 1 2 3، واللي وراه الفراغ اللي وراه هدخل فيه واعمل غرزة حشو بالشكل ده، وارتفع 1 2 3، وهكذا. ده السطر الاخير بتاعي للكيس اللي هو بزين بيه حرف الكيس اهو. تمام كده، 1 2 3، بدخل في الفراغ بعمل غرزة حشو وارتفع انا كده 3 وصلت سلسلة. لاخر السطر، وهقفل في اول غرزة حشو انا عملتها، بسحب خيطي وبطلع بمنزلقة بالشكل ده. وهنضف بقى الخيط ده، هجيب ابرة التنظيف بتاعتي وهبدأ انضفه، ادخله بين الغرز بالشكل ده عشان ما يبانش معايا، وفي نفس الوقت انا بثبته بالطريقة دي. يعني ممكن تثبتيه بأي طريقة بحيث ما يبانش، وبيبقى بشكل نظيف، وفي النهاية بتقصي الزيادات بالشكل ده. وده كان السطر الأخير بتاعي اللي أنا بزين بيه حرف الكيس بتاعي بالشكل ده. وزي ما قلتلك أي زيادات بتحاولي تقصيها بحيث يبقى شغلك نظيف وما فيهوش يعني يبقى شكله ظريف. تمام كده. انا هنا هبدأ اعمل العقدة او الشريط اللي انا بضم بيه الكيس مع بعضه. هبدأ اعمل عدد من السلاسل بالشكل ده بحيث يبقى من تكون بمثابة رابطة للكيس من الطرفين. ببدأ اعمل عدد من السلاسل، العدد اللي انت عايزاه بالطول اللي انت عايزاه، دي حاجة ترجع لك انت. وبعد ما بتشتغلي عدد من السلاسل هتدككيها في الفراغات اللي هي السطر اللي قبل الأخير من الناحيتين بالشكل اللي احنا هنشوفه ان شاء الله. انا كده بعمل عدد سلاسل المناسب ليا، وكل واحدة زي ما قلت لكم حسب الطول اللي هي عايزاه. بحاول اخد بالتقريب المقاس، لقيت ان لسه محتاجة اشتغل شوية. تمام كده. وبعد ما بخلص الطول اللي انا عايزاه بسيب طبعا زيادة من الجنبين بحيث ان انا اقدر اتحكم فيه واشد الكيس من الطرفين واضمه على بعض. هقص بقى الخيط بتاعي واسحب واشده جامد عشان اقفل، وهدككه بقى. باخد بالتقريب كده المقاس، هدكك بقى، اجيب الجنب من جوانب الكيس بتاعتي بالشكل ده، وهروح مدخلاه تحت عمود وافوت العمود التاني، واروح من ورا كده سحبة الخيط او سحبة السلاسل وافوت عمود، وبدأ كأني بدكك استك بالشكل ده. بفوت عمودين وادكك 2، بفوت 2 واسحب الخيط من ورا، افوت 2 واروح سحباه من قدام بالطريقة دي لغاية لما بوصل للبداية اللي انا اشتغلت فيها. يبقى ده كده اول جنب انا اشتغلته بالطريقة دي زي ما احنا شايفين. بسحب الطرفين مع بعض اهو، بس كده يبقى انا خلصت ده جنب. هنا في حاجة ممكن تسيبيه جنب واحد بالشكل ده وبتروحي ضمة الكيس، او ممكن تعملي من الناحية التانية برضو، بس انا طبعا مش هسيب هنا طرف الخيط. هبدأ اضم الاتنين كده مع بعض اهو، وبسحب الطرفين بتوع الخيط بحيث ان انا اقفلهم مع بعضهم بالشكل ده.
خليته بالطريقة دي. هاجي بقى احاول برضو ايه اعمله بطريقة جمالية شوية، بعمل للطرف بتاع الخيط بتاعي او السلاسل بتاعتي زهرة بشكل ايه، تتعمل يعني بشكل ظريف بحيث بيديله شكل جمالي. ان انا بجيب خيط مخالف شوية او لون مختلف، وبدخل في منتصف السلاسل وبعمل غرزة حشوة، وهبدأ ارتفع غرزة. اجيب خيطي كده عشان ايه اخفيه. عملت، اخد لفة واعمل عمود بلفة، واخد لفة واعمل عمود بلفة تاني. تمام. وهروح واخده غرزة. انا هنا عملت 3 اعمدة بلفة. بعد كده هرتفع غرزة سلسلة، وفي نفس المكان هعمل منزلقة. هاجي بعد كده هرتفع غرزة 2، وهاخد لفة على الابرة، وفي نفس المكان هعمل عمود بلفة، وارجع تاني اكرر عمود بلفة تاني، واعمل عمود بلفة تالت، وارتفع غرزة وانزل في نفس المكان وبعمل غرزة منزلقة، وبرتفع غرزة 2، وفي نفس المكان برضو هعمل 3 اعمدة بلفة بالشكل ده. انا كده بعمل زهرة مكونة من 3 بتلات. ال3 بتلات في مكان واحد من الكورد اللي انا عاملاه، وبرتفع غرزة سلسلة وبنزل في نفس المكان وبعمل غرزة منزلقة. وبكده انا خلصت الزهرة بتاعتي. هقص خيطي بالشكل ده، وهاجي اسحب الخيط، وهاجي من نص الزهرة بتاعتي من الخلف كده، واسحب الخيط، واحاول ان انا بقى ايه اخفيه بطريقة نظيفة. بضم باخد الطرف البداية مع النهاية، وبحاول ان انا اعقدهم مع بعض عشان الخيط بتاعي ما يهربش مني بالطريقة دي كده. وبنفس الطريقة ممكن بتعملي كورد بس من الناحية التانية، وبتجمليه برضو بزهرة بالطريقة دي. انا بعد ما عقدت الاتنين بإبرة التنظيف بحاول ادخل بين الاعمدة بالشكل ده زي ما احنا شايفين، عشان اخفي الاطراف بتاعتي، وفي نفس الوقت انا بثبت الشغل بتاعي بحيث الشغل ما يفكش يعني بعد كده. والزيادات انا بقصها بالشكل ده. تمام كده. اخد برضو الطرف التاني واخفيه بالطريقة العكسية، يعني هما طرفين، طرف البداية والنهاية. باخد واحد بلفه في اتجاه، واخد التاني والفه في اتجاه المعاكس، وبقص الزيادات بتاعتي. وانا كده خلصت الحرف او الشكل بتاع الزهرة بتاعتي بالطريقة دي. وزي ما قلتلك ممكن تعملي كورد تاني وبتدككيه من الناحية المقابلة وبتعملي فيه الزهرة بالشكل ده. وده كان الشغل الفيديو بتاع النهاردة. زي ما قلت لكم عملنا كيس بطريقة بسيطة وسهلة، وما أخدش مني خيوط كتيرة. تستغلي أي بواقي الخيوط، بتوفقي الألوان مع بعضها، بتحفظي في حاجتك، بتقدميه هدية. لو انت زي ما قلت لك قبل كده عايزة تقدمي هدية لحد، بتحطيها فيها كأنه كيس يعني، بدل ما نشتريه يبقى انا اشتغلته وفي نفس الوقت عاملاه بنفسي ومقدماه. زي ما قلت لكم انا بعمل الطرف التاني، خلاص عملت السلاسل اهو برضو عشان اوريها لكم، وبدكك في نفس الاماكن بس من الناحية المقابلة ليها في نفس المكان اللي انا مدككة فيه، وبنفس الطريقة بعمل الكورد بتاعي وبدككه، وبنفس الطريقة بعمل بنهيه.
وأرجو أن يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، وإن عجبكم إن شاء الله تكرما وضع لايك وعمل اشتراك للقناة للي لسه ما اشتركش، ونفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد بتعملوا قناة جنة الكروشيه. وإن شاء الله ألقاكم على خير في فيديو آخر من فيديوهات قناة جنة الكروشيه، وتمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.